السلام عليكم. ناصر منسي، من فضلك يا ناصر يا منسي لازم تشد حيلك اكتر من كده. انت اتأثرت بكلام لاعب الاهلي السابق اللي اتكلم عليك في بعض القنوات وقال عليك ان انت مش اسطورة ومستواك وكذا وكذا وكذا. طيب انت يا ناصر يا منسي ليه بتديله الفرصة ان هو يتلسن عليك او يتكلم عليك؟ لازم يكون ردك قوي في الملعب. انت من ساعة ماتش المصري وانت متأثر، وما ينفعش ان لاعب يلعب في نادي الزمالك يتأثر بكلام واحد من بره. يعني الكلام اللي هو قاله ده المفروض يكون اكبر دافع ليك انك تقدم مباريات قوية، انك تقف على رجليك، وانك تثبت له ان انت افضل منه، مش تاخد جنب وتزعل وكده ومستواك ينزل. طيب انت دلوقتي في ماتش اللي هو كان في اتحاد العاصمة هناك، كان المفروض انت تبقى معانا وتساعدنا. شوف تأثرك بكلام واحد، يعني قاعد في تكييف وما بيش عارف يقول ايه، وجاب سيرتك بالكلام كده، انت اتأثرت بكلامه. ده ما يصحش. ما ينفعش لاعب يلعب في نادي بحجم الزمالك انه يتأثر برأي اي لاعب تاني او اي واحد تاني. ايه يعني كلامه اثر فيك ايه؟ ليه انت اديت له وضع اكبر من وضعه؟ انا اتمنى يا ناصر يا منسي انك ترجع لصوابك وترجع لمستواك اللي احنا نعرفه. بيقال ان كابتن معتمد قعد معاك في اكتر من جلسة عشان خاطر يرجعك من الحالة النفسية اللي انت فيها. ايه الدلع الماسخ ده؟ ايه الدلع ده؟ حالة نفسية ايه وبتاع ايه؟ واحنا فاضيين الكلام ده؟ وكابتن معتمد يضيع وقت ليه ويقعد معاك ليه في حاجة زي كده؟ هو انت بيبي محتاج نقعد معاك عشان نقول لك نشوف الحالة النفسية ايه؟ طب ما نسفرك بره بقى تروح تغير جو وتيجي. ده دلع ماسخ يا ناصر يا منسي. اللي انا اعرفه انك تنزل الملعب تاكل النجيلة. ده اللي انا اعرفه. ما فيش حاجه اسمها الكابتن يقعد معاك عشان يخرجك من الحاله النفسيه. الحاله النفسيه دي انت اللي عملتها لنفسك. ده بدل انت ما ترد لنا الجميل وتفرحنا، انت هتقول لي جات لك حاله نفسيه. حاله نفسيه من ايه يا حبيبي؟ عيب لما كلام زي ده يتقال. مفيش لاعب في الزمالك ينفع معاك الكلام ده. انت بتلعب في اكبر نادي في الشرق الاوسط، ثم جمهور الزمالك يخليك تاكل النجيله. اكبر حاله نفسيه لاي لاعب ان ينزل الملعب ويشوف جمهور الزمالك ده كله موجود. انت بتقلل من نفسك يا ناصر يا منسي، وانت اللي بتقضي على نفسك واحده واحده. لازم تفوق وترجع زي ما كنت الاول، وتحب النادي اكتر من نفسك، وتحب فوز الزمالك اكتر من مصلحتك انت. يعني تخلي مصلحة الزمالك فوق مصلحتك وترجع زي الاول عشان ربنا يكرمك. لانك لو خرجت عن الخط اللي انت كنت ماشي عليه، شوف انت كنت بتعمل ايه، لو خرجت عنه هيبقى مصيرك كده. وبعدين جمهور الزمالك ما عندوش عزيز. انا العزيز بتاعي هو نادي الزمالك، والله لو مين. شوف، يعني لو افضل لاعب في التاريخ موجود في الزمالك وزعلني، لا الزمالك ابدا. فانت لازم تفوق، ولازم تعرف حاجة، انك تموت نفسك علشان خاطر الزمالك. وباذن الله تعالى احنا ربنا هيكرمنا في الكونفدرالية. وشد حيلك عشان يبقى ليك بصمة، ما تبقاش انت بعيد كده. حتى لما تيجي ان شاء الله تحتفل مع اللعيبة يبقى ليك وجود كده، يبقى ليك قلب جامد كده وانت واقف. ارجع يا ناصر لصوابك، وارجع زي كما كنت، وان شاء الله ربنا يكرمنا والزمالك يفوز بالكونفدرالية والدوري كمان ان شاء الله.